السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا حبايب جروب أم حمزة للتسويق. أهلا ومرحبا بكم في جروبنا أم حمزة للتسويق. ده بقى ليفل الوحش، دي ليفل الوحش في القلايات الهوائية. قلاية اسمها رابتر من أديسون، طبعا شركة الشيف جاليري. القلاية دي عبارة عن قلايتين في قلاية واحدة، نقدر نستخدمها كقلاية واحدة. سخان قوي بقوة 2800 واط، اهو 2800 واط. الحجم بتاعها ما شاء الله كبير، 36 لتر. عد بقى الاكسسوارات، الحاجات مميزة جدا، بتيجي بشكلين. هما بيقولوا، انا بصراحة مش شايف الفرق ما بينهم. اليد ستيل او اليد كروم، وفي النهاية الاتنين بلاستيك، ولا ستيل ولا كروم. الفرق في اليد، وفي كمان اليد الخشبي. طيب ايه بقى الجديد والمميز في القلاية دي؟ القلاية دي اقدر استخدمها من الداخل كأنها قلايتين، وكل واحدة ببرنامج منفصل ووظائف منفصلة عن التاني. ويبقى القلاية دي بسعة 18 لتر، ودي 18 لتر لأن حجمها 36 لتر. وهيبقى السخان بدل 2800 دي 1400 ودي 1400. اهو زي ما انتم شايفين، ده شكلها كده. وطبعا اقدر افتح دي لوحدها ودي لوحدها. فكرتها حلوة جدا ومميزة. او اقدر استخدمها بكامل قوتها 2800 واط كقلاية واحدة. يعني مثلا هنا في الفيديو ده، بصوا هنا هي شغالة. خلينا الاول نشوف الاكسسوارات اللي بتيجي معاها. بيجي معاها كل الاكسسوارات اللي ممكن تتخيلوها. اول حاجة الاسياخ بتاعة الشيش طاووق، فاقدر اعمل فيها اسياخ شيش طاووق والكفتة. السيخ بتاع شوي الفراخ. القفص الدوار بتاع الفشار والحاجات دي. القفص الستيك بتاع اللحمة الستيك والأسماك. الباسكت بيجي معاها 2 باسكت للقلي الهوائي، 2 رف للقلي الهوائي، 2 رف للم الزيت. وطبعا بيجي فاصل ما بينهم كده عشان يشغلها كأنها قلايتين جوه قلاية، أو كل قلاية على حد. خلينا بقى نشوف الحاجات. هي طبعا شاشة تاتش، هنا في بكرة للتحكم فيها. احنا بنحدد انهي جنب اللي هنستخدمه، وبمنتهى البساطة بنختار البرامج. طبعا فيها كل انواع البرامج، غير انها مرنة. اقدر اتحكم في الحرارة، اقدر اتحكم في كل شيء. هنا اهو سخان، اقدر استخدم تسخين سفلي لحاله او علو سفلي مع بعض. ده شكلها من جوه. بصوا هنا، هي هنا شغالة كأنها فرن كامل، قلاية واحدة زي ما انتوا شايفين. 2 سخان منفصلين تماما عن بعض. وهنا بنركب الفاصل في الحتة دي وتشتغل كده من النص. هوريها لكم. هنا قلاية منفصلة بمروحة منفصلة، وادي الجنب ده قلاية منفصلة ومروحة منفصلة. وده طبعا صاج عشان نجمع الزيوت اللي تقع. ده القفص الدوار اللي بيجي معاها، هي طبعا بموتور. طيب انا عايز اشغلها قلاية واحط صنفين اكل زي الصورة كده. بصوا هنا مثلا شغل الجنبين، هنا ارفف لحالها وهنا ارفف لحالها. نقدر بمنتهى البساطة. طبعا ده الرف الاستانلس اللي بيجي معاه. وده طبعا السخانين السفليين برضو. بصوا كل جنب ليه سخان لحاله. هنا بيبقى فيه رف كده بيجي بالنص عشان يفرق ما بين دي وما بين دي. فكرة حلوة جدا، قلاية كبيرة. اللي حابب يجيب فرن، خلاص دي كأنها فرن، استغنى عن الفرن. هتعمل نفس الوظائف بتاعة الفرن، بتاعة الميكروويف. طيب نسيت اكمل معاكم الوظائف. احنا طبعا ده قلنا الرف. ده الباسكت، احنا قلنا من دي بيجي 2. ده الباسكت الغويط اهو، بيجي 2 عشان كل جنب يبقى ليه واحد. بيجي رفين، وفي رف كبير ستانلس عشان لما هشغلها كاملة لانها فرن. فبيجي رف كبير ستانلس زي ده اهو، ده شكله. او رفين صغننين لكل جنب. بصوا ده الرفين الصغننين، وده الرف الكبير الستانلس. 2 باسكت غويط عشان لو هشغل كل قلاية لوحدها، او باسكت غويط كبير. بصراحة اكسسوارات رهيبة. ده القفص الدوار واحد بيجي بحجم الفرن كله، والقفص الدوار انا اسف، وقفص الستيك واشياخ الشيش طاووق دول بيجوا واحد بس منهم، بحيث يشتغل زي الشكل ده كده بحجم الفرن كامل او القلاية كاملة. الشكل ده بيجي بقى الشكل ده القفص الدوار اللي هو ده. القفص انا اسف الستيك اهو، الحجم الكبير ده.
والقفص الدوار نعمل فشار. وظيفة قلاية رهيبة. وده الرف الكبير اهو المجمع، او بيجي رفين صغننين بيتحط هنا فاصل واشغل كل جنب لحاله. صراحة جميلة. مش قادر احدد لحد دلوقتي ايه الفرق ان ما بين قلاية اليد كروم، ويعني هي طبعا كل الوظائف مفيش اختلاف ما بينهم، بس هنا اليد يقول لك كروم وهنا اليد ستانلس، وبالنهاية الاتنين بلاستيك. يعني انا مش شايف اي فرق، بس بصراحة قلاية ضخمة رهيبة. نازل كمان عليها عرض. اسمها اديسون رابتر 2800 واط. قلايتين جوه قلاية واحدة. اقدر اشغل كل جنب لحاله او اشغلها لوحدها كاملة. تبقى عندي فرن بسعة 36 لتر، او قلاية صغيرة بسعة قلايتين صغيرتين كل واحدة 18 14 لتر. انا اسف 36 يعني 18 لتر. فكرة رهيبة صراحة ومميزة. ده شكل الكرتونة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.